السلام عليكم. اليوم رايحة ندير لكم صابلي بشوكولا، يجي الشكل تاعو راقي وبسيط جدا، فيه مقادير سهلة ويقطع لكم 20 حبة ويجي هايل هايل. هنا عندي البطاطا 500 غرام، رايحة نقسمها على 4، نحتاج غير 125 غرام. تسمى اللي ما عندوش الميزان يدير هذه الطريقة، تجيه سهلة خلاص. اللي يحب يكيل بالملعقة يدير 2 ملاعق كبار مملوئين مليح خلاص. وهنا عندي 2 ملاعق كبار تاع سكر رطب، يعني المقادير راهم سهلين. رشة ملح، وعندي صفار بيضة، وعندي ملعقة صغيرة تاع فاني. راح نخلطهم شوية، يعني حاولوا تخلطوهم، يعني ما تستعملوا لا يدكم لحتى حاجة في المرحلة هذه، غير بالملعقة برك. هنا رايحة نزيد 2 ملاعق تاع نشا، ونزيد نخلط شوية غير يتخلطوا في بعضهم برك، وتذوب لنا شوية هذيك الزبدة، ونروحوا لباقي المقادير. هنا راح نستعملوا كمية قليلة خلاص، يعني تقدروا ديروا بيدكم رشة تاع خميرة تاع الحلويات، ولا كيما راكم تشوفوا الملعقة، أصغر ملعقة عندكم تهزوا شوية خاص على راس الملعقة باه ما يفسدش الشكل تاع الصابلي. ومن بعد نلموا بالفارينة. طبعا هنا الفارينة لازم تكونوا مغربلينها ولا تغربلوا سير بلاص. هنا نبقى نحط في الفارينة ونخلط حتى تجمع لي صابلي. الناس كامل تعرف ديرو، تسمى مش تخليوهش تجي العجينه حاكمه روحها. وخلاص دوك نعطيكم كيفاش يكون القوام تاعها بهذه الطريقه. شوفوا القوام تاعها متجيش يابسه وما تجيش طريه بزاف، يعني كيما هكا مباشره. لا ترتاح لحتى حاجه، تبداو طول تخدموا. هنا انا فرشت لها بلاستيك، وفوقها كيف كيف بلاستيك باش ما تلصقليش. راح نفتحها، تكونش غليظه بزاف، متوسطه. وعندي الطابع هذا مربع، يعني استعملوا الطابع اللي تحبوا. انا نستعمل هذا بهذه الطريقه. رايحه نطبع، نحيهم ونحطهم في البلاطو باه يطيبوا. طريقه سهله خلاص. وهذا الصابلي كما قلت لكم، هذا العجينه تجي طريه بزاف، خاصها هشيشه، يعني تتفتت وتذوب في الفم. ما زدت لا زيت لا حتى حاجه، لا زيت لا مقادير يعني بزاف. هذا 2 ملاعق هذو اللي المقادير اللي عطيت لكم يديروا لكم 20 حبه قد قد. انا عندي شوكولا نوار، انا خلصت لي تاع الحليب، رايحه ندير شوكولا نوار ونخلط معاها شوكولا بيضاء. يعني كل وحده نذوبها وحدها، وبعد نخلط برك باه تجيني شويه كلير لا كولير. نحبوش اسود خلاص، ما نحبش الكاطو يجيني كامل نوار، حبيتو يجيني شويه كلير. شوفوا الكاطو تاعي كيفاه طاب، يعني خليه يطيب صفر ماشي حمار خلاص بهذه الطريقه. المهم هنا شويه لا كولير جات، ممكن غير في الإضاءة برك. شوفوا هذا هو اللون تاعو الأصلي، هكا جا، هذا هو لونه. ما تخليوهش يطيب بزاف. هنا شوكولا تاعي راهي ذابت كيما قلت لكم، ذوبت غير شويه برك، شويه بيضاء وشويه سوداء، خلطتهم وراح نحطهم في لابوش. وعندي هذا القالب هذا تاع شوكولا كيما راكم تشوفوا، هذا هو اللي راح نزينوا به شوكولا تاع نزينوا به الكاطو تاعنا. يعني تزيين بسيط جدا ومش مكلف خلاص، اي واحد يديرو. مام هذو مش غاليين، ما باليش قداش، بس يديروا 10,000 ولا هذا القالب هذا ماهوش غالي. هذا الكاطو ماهوش مكلف خلاص. كيما قلت لكم حطيت شوكولا تاعي في لابوش، ورايحه نبدا نصبهم في القالب تاعي بهذه الطريقه.
هي لابوش تساعدكم بزاف، خاص احسن ما تخدموا بالملعقه هكا، تصبوا القيس قد قد، ديروش بالزايد باش تجيكم الخدمه متقونه. ننفض ديما القالب تاعنا، ننفضوا به الحبات يجيو ملاح، ونكملهم كامل بنفس الطريقه حتى نعمر هذا. مام هذا يهز 20 حبه، هو بعد يهز. هنا حطيتهم في الثلاجه دقيقه 2 دقائق يبرد لكم، نحيهم شوفوا بسهوله يخرجوا من بسهوله. شوفوا كيف يجيو هايلين. ندير الكاطو تاعي حبه على حبه، ونزيد هذا الشوكولا نديكوريو بها. طبعا انا رايحه ندير نستعمل نيسلي كراميل. هذه عندي، هذه تاع برا، اللي عندها اي حاجه تزين بها كيما تحبوا، ولا تشريو نيسلي كراميل احسن، ولا اللي تحب تخدمها كيما يظهر لكم. رايحه نحط شويه كميه قليله برك، وما يجيش حلو. نديروا في بالكم بلي مش حيجي حلو اصلا، احنا حطينا فيه غير 2 ملاعق تاع سكر طب، هذا مكان. اللي تحب دير كريمه الزبده دير كريمه الزبده يجيها على الكيف. يعني انا حبيت نسهلها عليكم هكا يجي سهل خلاص. هنا عندي شوكولا ذوبتها وحطيت فيها 2 ملاعق تاع زيت، باجيني شويه خفيفه وتجي تبريي، ونقلاصي الصابلي تاعي عادي. ننفض شويه من الشوكولا ونحطها. نزيدو حبه، ونحطها فوق ورق الزبده. هنا نجيب شوكولا تاعي ديكوري بها نحطهم. هنا عندي شوكولا مازال ما شرحتش مليح، يعني مازلت ما دخلتهمش للثلاجه، نحطهم. وعندي هنا نيسلي كراميل حطيتها في لابوش، رايحه نزين بها. ندير كميه قليله خلاص كيما راكم تشوفوا، ونجيب اوراق ذهبيه هادو ونزين بهم. يعني التزيين بسيط خلاص. هاد الورق يديروا 5000 الوحده، تستعملوا غير كميه قليله خلاص، نحطوه على الجنب. وهذا مكان يجي التزيين تاعو هايل. حاولوا ما تحكموهمش بيديكم باش ما يفسدش. انا غير هزيتهم بهاد اللقات خاص بالحلويات. شوفوا كيفاه جا الشكل تاعو، جا هايل. انا راح نحطه في الكيسات، وشوفوا التقديم تاعو كيفاه جا، يجي روعه روعه، بسيط جدا. والبنه ما نحكي لكمش يجي هايل. شوفوا هنا كي قربت لكم حبه، شوفوا الشكل تاعو كيفاه جا. طبعا راح نقسم لكم الحبه هذه باه تشوفوا كيفاش يجي طري، يجي يتفتت ويجي روعه.
شوفوا كيفاه يتفتت بوحده. ان شاء الله تجربوا هذا الصابلي وتخلوا لي تعليقاتكم اذا عجبكم، والى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله، ومع السلامة.